الاحداث كانت سريعه، وده من سر النجاح، انه كان في دفقه سريعه جدا واحداث وتطورات. شارك النجم المصري شريف سلامة بحفل الإفطار يلي أقامته شركة إيجل فيلمز بلبنان. خبرنا بلقاء خاص عن النجاح الكبير يلي حققه مسلسل كامل العدد. احنا سعداء جدا بالنجاح الكبير اللي حققه المسلسل ورد الفعل العالي قوي قوي قوي، وبنشكر ايجلز فيلم طبعا على يعني الانتاج المحترم ده والعمل ده اللي اتاح لنا الفرصه ان احنا نقدم عمل راقي بالشكل ده. كيف كانت تجربة شريف بالعمل يلي تألف من 15 حلقة فقط؟ طبعا حبيته طبعا اكتر. مسلسل طويل لانه الاحداث كانت سريعه، وده من سر النجاح، انه كان في دفقه سريعه جدا واحداث وتطورات سريعه، وكان رد الفعل اللي دايما بسمعه انه احنا زعلنا المسلسل خلص، فالناس كانت محتاجه اكتر، فطبعا كان حاجه كبيره ومفرحه جدا. مسلسل تناول مواضيع اجتماعية حساسة لكن بطابع كوميدي، فهل هالشي كان سبب من أسباب النجاح الكبير للعمل؟ طبعا كان من الاسباب الكبيره جدا جدا. احنا العمل مش كوميدي بحت، يعني احنا بنتكلم عن مواضيع اجتماعيه وخلافات وحاجات ومشاكل، وبنطرح قضايا الطلاق والاولاد والتينيجرز وكده وكل الامور دي، بس هو اتاخد بشكل لايت بشكل كبير، فده كان من اسرار النجاح الكبيره جدا. بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة خسرت النجمة دينا الشربيني والدها، وشريف حب يوصلها رسالة من خلالنا بعد ما تشاركوا بطولة المسلسل. طبعا أنا رحت عزتها وكان موضوع مؤثر جدا، ويعني دي حاجة من الحاجات اللي وجعتنا جميعا، ولكن البقاء لله وربنا يصبرها إن شاء الله إن شاء الله. كيف كانت تجربة شريف الأولى على المسرح بمسرحية فرصة سعيدة؟ المسرح طبعا حاجة عظيمة. أنا أبويا والدي يعني مخرج مسرحي، وأنا اتربيت في المسرح وأنا خريج مسرح، فأنا بحب المسرح جدا وبحب رد الفعل المباشر إن الواحد بياخده على الستيج من الناس، فكان طبعا تجربة جميلة جدا وجمهور أكتر من رائع بجد. شريف كشف لنا عن عمل جديد عم يحضر له مع منصة نتفليكس. أنا بعمل حاليا 8 حلقات مع نتفليكس أوريجينال، إخراج السدير مسعود، مخرج محترم جدا وأنا سعيد بالشغل معاه، وقطعنا شوط كبير. أنا وآسر ياسين ومحمود حميدة وصبا مبارك وشيرين رضا وراكين سعد، مجموعة كبيرة قوي قوي قوي، وعمل محترم، وأتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله.